بعد بث الحلقة 21 والتي كانت من أطول الحلقات التي شاهدناها حتى الآن، يبدو أننا ننتقل إلى قصة جديدة تماماً. كما رأينا فريد بدأ يشارك تدريجياً في أعمال الشركة، أما سيران فقد ارتفعت في عيونها ليس آغا، أصبحت أهم شخص في القصر حتى أنها ستصبح سيدة القصر. هل سيلتقي فريد وبيلين مرة أخرى في الحلقة الجديدة؟ من الواضح تماماً أن هناك جانب مخفي في الإعلان. بينما تسأل سيران الجميع عن فريد، يحاول فريد تقديم مفاجأة كبيرة لسيران، لذلك يريد إخفاءها عنها. ومع ذلك لأن سيران تشعر أن فريد يخفي شيئاً ما مرة أخرى، لذلك تبدأ في الاعتقاد بأن فريد يخونها، أي أنه يلتقي مع بيلين مرة أخرى. من هي الفتاة التي شوهدت مع فريد في المقهى في الإعلان الأخير؟ كما قلنا بالفعل فريد يقوم بالاستعدادات لمفاجأة سيران. ربما كانت الفتاة التي التقى بها في المقهى امرأة تعرفها جولجان، وأجرت مقابلة مع فريد لمساعدته، لأن فريد على الأرجح سيطلب مساعدة من والدته لمفاجأة سيران. لكن بالرغم من ذلك إلا أن رؤية سيران للمرأة جنبا إلى جنب مع فريد يجعلها تفكر بشكل سيء لتتجادل مع فريد بسبب ذلك. ومع ذلك فإنه في نهاية اليوم عندما تعلم بمفاجأة فريد ستقع كل القطع في مكانها الصحيح. هل ستكتشف بيلو المفاجأة وتذهب إلى فريد؟ في الإعلان رأينا بيلو تطرق باب منزل وتدخل، على الرغم من تصوير الشخص الذي يفتح الباب على أنه فريد، إلا أنه ليس فريد هو الذي فتح الباب بالفعل، لأنه إذا نظرنا جيدا إلى تفاصيل الباب يمكن أن نرى أن الباب الذي طرقته بيلين ليس نفس الباب الذي فتحه فريد. إذن في الواقع أن فريد يفتح الباب لسيران، فمن فتح الباب لبيلين؟ هناك كثيرون يقولون بأن من فتح الباب في المنزل الذي ذهبت إليه بيلو هي والدتها، وهذا هو التوقع الأقرب للصحة، لأنه على الرغم من ذكر عائلة بيلين على الدوام إلا أننا لم نراها حتى الآن. فمن المتوقع أنه بعد كل ما مرت به بيلو حتى الآن ذهبت إلى إزمير مع والدتها. ومع ذلك هناك احتمال آخر بأن بيلو ربما ذهبت إلى سيردار، لذلك كلا الاحتمالين مرتفع للغاية. فقط لأنه تم انضمام والدة بيلين إلى المسلسل قريبا نرجح الاحتمال الأول. هل سيكون فريد وسيران سويا؟ على الرغم من أننا نرى مناظر حميمية لسيران وفريد معا، إلا أنها ستتألف فقط من مشهد صغير. بعبارة أخرى، على الرغم من أن فريد يريد تعزيز علاقته بسيران، لكن على حين غرة يبدو أنهما لن يكونا قادرين على الوصول إلى تلك النتيجة في الوقت الحالي، حيث لا يمكن لسيران أن تنسى ما فعله فريد من أمور جارحة لها. يعني لا أعتقد أنهما يمكن أن يكونا معا في الحلقة القادمة، لأن كل الأمور التي قام بها ما زالت في ذهن سيران. ماذا سيحدث بين فؤاد وفريد؟ مع انضمام فريد إلى الشركة بدأ فؤاد يشعر بعدم الارتياح، معتقدا أن عرشه سوف يهتز وفقا للأخبار الواردة. بعد أن أخبر فؤاد عائلته أنهم يفضلون فريد عليه سيغضب عليس آغا ويبدأ في تأنيب فؤاد، وسنرى أن فؤاد تأثر كثيرا من هذا الموقف، حتى أنه حاول تناول الطعام وهو يبكي لأنه لم يستطع الحصول على إذن النهوض من الطاولة. حتى الآن لم نرى الكثير من عمل فؤاد وفريد، ولدينا دائما علاقة فيها مسافة بينهما. أعتقد أننا سنشعر بهذا التوتر بشكل أفضل في هذه الحلقة. حقيقة فريد قال لفؤاد: إنني اعتقدت أنك تركت هذه المواقف في الطفولة. بمعنى آخر ذلك يثبت بأن فؤاد كان يشعر بالغيرة من فريد منذ الطفولة، أما لأنه كان يشعر بأن فريد كان يعامل معاملة أفضل منه. هذا ما جاء في الإعلان بشكل عام. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، لا تنسوا ترك تعليق حتى لو كانت ابتسامة. دمتم سالمين.